وله 42 سنة، مما يعني أن جناب زيد ولد سنة 79 أو 80 رحمه الله، يعني بعد وفاة جابر رضي الله عنه وأرضاه. فكيف يكون جابر يحضر وزيد موجود؟ يعني ما ولد زيد إلا بعد وفاة جابر رحمه الله. وهذا من الكذب، وهذا من استخدام التاريخ في كشف كذب هؤلاء الدجالين. ويقول رحمه الله: فهذا يعني أن زيدا ولد بعد 4 سنوات، أو على أقل تقدير بعد سنة من وفاة جابر بن عبد الله. فكيف تسنى لجابر أن يأتيه ويقنعه بالأئمة منصوص عليهم؟ والعجيب المحير أن هذا الحديث رغم وضوح بطلانه إلى هذه الدرجة، وكما قال الشهيد الثاني: أكذب الحديث ما كذبه التاريخ، أورده أكثر علماء الشيعة الإمامية في إثبات إمامة الأئمة 12 والنص عليهم. والأعجب من ذلك أن العيب الوحيد الذي أخذه المرحوم الصدوق على هذا الحديث هو قوله بعد روايته، يقول أن الصدوق ليس بريء من هذا الكذب. قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم، يعني ما عنده إشكالية إلا في تسمية القائم، والذي أذهب إليه ما روي في النهي عن تسمية القائم. يقول الصدوق بس هذا اللي أخذ الحديث، كل الكذب اللي في الحديث هذا والوضع والدجالين والمجاهيل وهذا ما لاحظه الصدوق، لاحظ التسمية. يقول أيضا هذا يقول القلمدران: هذا ولما كان كذب الحديث واضحا جدا بشهادة التاريخ لم نتعرض لنقد متنه المليء بالعيوب الأخرى، كقوله إن جابر دخل على فاطمة ليهنئها بولدة الحسن. فاطمة ولدت الحسن في نفس اليوم، جاء جابر رضي الله عنه دخل عليها يهنئها، وهو ولدها الأول، وهي كانت صغيرة رضي الله عنها، وجابر بن عبد الله شاب صغير ليس كبير في ذلك الوقت، ويدخل على فاطمة في يوم ولادتها. هذا ما يمكن يحصل. يقول أنه لا يمكن أن يحصل. عدد من أسماء أمهات الأئمة خطأ، مثلا في كتاب إثبات الوصية عن جابر نفسه أن أم علي بن الحسين زين العابدين جهان شاه اسمها، أما هنا فذكر أنها شهربانو. وهناك من قال أن اسم أم الإمام الرضا تكتم، وهنا اسمها نجمة، هناك لها اسم، يعني اسمين مختلفين. طيب، هذا كلامه عن حديث لوح جابر. ومنها أيضا أن فاطمة قالت هذا، أن في اللوح تقول لجابر أسماء الأئمة من ولدي، في حين أن في اللوح اسم النبي واسم علي وهما ليس من أولادها. والحاصل أن هذا الحديث واضح البطلان والوضع، ولا يسعنا إلا أن نقول فيه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا يقوله قلمدران. وذكر طبعا هو أنا ما قرأت عليكم كلامه في الإسناد كله، تكلم كلام جميل في الإسناد ورجال الإسناد، ونسب ذلك لكتب الرجال الشيعية كالحلي مثلا العلامة، وكالطوسي، وككتاب ابن الغضائري وغيره في نقد هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث اللوح، هذا أخرجه الصدوق من طريق آخر، يعني حديث لوح جابر، وبلفظ مختلف في كتابيه إكمال الدين وعيون أخبار الرضا، كما أخرجه المحدث الكليني في كتابه الكافي. وفيما يلي نصه، ذكر نصه واضح، يعني فيه الغلو والخرافات الموجودة في كثير من الأحاديث، والحديث طويل ما يسع المجال لقراءته. يقول القلمدران بعد أن ذكر الحديث أورده: قلت هذا الحديث الطويل لا يقل بطلانا وتهافتا عن سابقه من ناحية السند أو المتن. أما من ناحية السند فلن نبحث برجاله المعاصرين أو القريبين من المعصوم، رغم أن أغلبهم ضعاف. فبكر بن صالح ضعفه النجاشي، وذكره ابن داود في القسم الثاني إلى آخره، ووافق قول ابن الغضائر فيه، وضعفه جماعة، وقال عنه ابن الغضائر ضعيف وكثير التفرد بغرائب. وكذلك عبد الرحمن بن سالم، قال العلامة الحلي عنه: عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الأشل كوفي مولى روى عن أبي بصير ضعيف، واعتبره إلى آخره. طيب، يقول أيضا: رحمه الله، يعني له كلام طويل في دراسة الإسناد وفي ذكر الرجال وكلام العلماء فيهم، فهو بحث عميق وبحث تأصيلي، وفي علم الحديث وفي علم الرجال رحمه الله. نأخذ حديث آخر، حديث أبو حمزة العلوي قال حدثنا، وهو أخرجه الشيخ الصدوق. يقول في هذا الحديث
أن وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله وبخط أمير المؤمنين فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم. وذكر الحديث مثله، سواء إلا أنه قال في آخره ثم قال الصادق عليه السلام يا إسحاق هذا دين الملائكة، يقول إلى آخره. قلت في سند هذا الحديث واجهنا اسم جعفر بن محمد بن مالك، وهو رجل كذاب فاسد المذهب متروك الرواية عند علماء الرجال، وإليك أقوالهم فيه، ويذكر أقوال الرجال فيه. ثم يقول رحمه الله فهذا الحديث من تحف هذا الكذاب الوضاع التي قدمها الإمامية الاثني عشرية. ثم إن هذا الرجل المفتضح الكذب ينطبق عليه المثل القائل إن حبل الكذب قصير. فعلى الرغم من أنه ذكر في سنده إلى المعصوم أسماء رواة جيدين مثل عبد الرحمن أبي نجران وصفوان بن يحيى، إلا إنه أوصل السند بعدهما إلى إسحاق بن عمار، وهو كما نص عليه الشيخ الطوسي في الفهرست وغيره، والعلامة الحلي في الخلاصة، رجل فطحي المذهب، ناسيا أنه سيكون من الغريب جدا أن يكون إسحاق بن عمار قد سمع فعلا هذا الحديث الطويل من الإمام الصادق الذي أكرمه وأخبره به فيه، ليس فيه فقط عن إمامة الإمام موسى، بل عرفه بكل الأئمة بعده. وبعد ذلك بقي فطحي المذهب أي غير عارف لإمامة الإمام الكاظم. يقول إذا بغيتوا تضعون في السند تضعون سند، فلا تضعون يبين كذبكم. يقول فطحي، هذا رجل فطحي لا يؤمن بإمامة موسى. الفطحية يقولون بإمامة عبد الله بن جعفر، ولا يقولون بإمامة موسى بن جعفر. والرجال هذا عدل لك الأئمة عن طريق هذا الراوي، وعدل موسى. يقول كيف يكون فطحي ويروي أن موسى إمام ويروي، ولا يؤمنون بالأئمة الاثني عشر كلهم. والواقفة أيضا، وذكر في بعض الأسانيد من الواقفة الذين وقفوا على إمامة موسى، ويضعونهم في هذه الأسانيد. يعني إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا. وهذا مما يبين الكذب في هذه الأحاديث، أن هذه الأحاديث في إسنادها فطحية وفي إسنادها واقفة. فكيف يروي فطحي حديث فيه عدم القول بإمامة عبد الله بن جعفر، وكيف يروي واقفي حديث فيه الكلام عن إمامة الرضا علي الرضا، وهو لا يؤمن بإمامة علي الرضا، يقف على موسى بن جعفر. وهذا وقف لهم حيدر قلمدران رحمه الله في هذه الأسانيد، وبين الأسانيد اللي فيها الفطحية والأسانيد اللي فيها الواقفة والأسانيد اللي فيها، وبين بطلانهم. وأيضا نقد المتون رحمه الله. فهو بحث في علم الرجال من أجمل وأحسن ما قرأته رحمه الله. طيب، الحديث الرابع، يذكر الحديث الرابع ويذكر أيضا ما فيه من الكذابين والوضاعين والذين لعنهم الأئمة. ويذكر قال في صفحة 176 قلت وجود جعفر بن محمد الكذاب الوضاع المتروك الحديث الفاسد المذهب كما مر يغنينا عن البحث الزائد في الحديث، يضاف إليه وجود عبد الله بن القاسم وهو اسم لعدة رواة. عندنا الحديث الخامس من الأحاديث الأخرى التي أخرجها الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وعيون أخبار رضا، حديث ذكر فيه أسماء الأئمة الاثني عشر. والحديث طبعا فيه غلو وفيه كلام غير منطقي. يقول قلمدران رحمه الله قلت في صفحة 177 هذا الحديث الواضح الاختلاق روي عن رجل مطعون به وملعون من قبل كبار علماء الشيعة، وهو أحمد بن هلال المولود سنة 180 هجرية والمتوفى سنة 267. وفيما يلي أقوال علماء الرجال فيه. يقول الشيخ الطوسي في الفهرست أحمد بن هلال مات سنة 276، كان غاليا متهما، وقال عنه أحمد بن هلال مشهور باللعنة والغلو. هذا كلام الطوسي فيه. وقال عنه أيضا أحمد بن هلال بغدادي غال إلى آخره. وهكذا يمسك هذه النصوص وهذه الأحاديث وينخلها نخلا، ويخرج اللي في الرواة اللي فيها الكذابين والوضاعين والملعونين على لسان الأئمة، واللي تكلم فيهم رجال أهل العلم الرجال كالطوسي وغيره، يذكرهم ويبين أقوال العلماء فيهم ويشير إلى المصادر رحمه الله بكل دقة.
ويخرج بنتيجة، وهي أن الأحاديث اللي رويت فيها ذكر الأئمة الاثني عشر في حديث واحد النص عليهم مكذوبة موضوعة وضعت بعد الغيبة. هذا نتيجة بحثه رحمه الله، والدليل عليها أن فيها فطحية وفيها كذابين والأحاديث مضطربة ومختلقة وبين فيها الكذب، وأن كيف يروي فطحي هذه الأحاديث أو واقفي أو إلى آخره. هذا البحث بحث في منتهى الروعة، ويجب أن يقرأه كل شيعي يبحث عن الحق. فمن قرأه وهو يبحث عن الحق فلا يمكن إلا أن يصل إلى الحق، فقد أجاد فيه رحمه الله وتعمق فيه وبذل فيه جهدا كبيرا في هذا الكتاب. وأيضا في الكتاب فيه تعليقات للبرقعي رحمه الله، وفيه تعليقات هوامش لمصطفى حسيني طبطبائي المصلح المعروف المشهور الموجود. أدعو القراء من الشيعة والسنة إلى الاستفادة من هذا الكتاب العظيم النفع الكبير المهم، الذي فند فيه رحمه الله الروايات التي رويت وفيها النص على الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لعالمنا حيدر علي قلمداران القمي، وأن يرحمه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. وأسأله تعالى أن تصل رسالته هذه إلى كل شيعي على وجه الأرض وإلى كل سني، فهذا الكتاب بذل فيه جهدا كبيرا. نسأل الله عز وجل ألا يحرمه أجره، ونسأل الله تعالى أن نكون شركاء معه في الأجر بترجمة هذا الكتاب ونشره. وإن شاء الله تعالى سيطبع هذا الكتاب، ولا زلت أدعو من يريد نشر هذا الكتاب من دور النشر وينشر هذه الكتب في سلسلة، في مجموعة في سلسلة كتب المراجعات، أن يعني يتصل بنا عن طريق الإيميل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وآله وسلم. مسافرون على هدانا